السلام عليكم حبيباتي، وش رايكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبخير وعلى خير يا رب. يا رب تكونوا كامل بخير وقلوبكم مرتاحة وأيامكم مليانة نور وطمأنينة. توحشتكم حبيباتي بزاف، وعلى بالي غبت عليكم مدة، وكنت كل يوم نقول نرجع لكن ما قدرتش، لأنه قلبي كان موجوع بالفعل. توفات خالتي، ربي يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة. خسارتها كانت كبيرة بالنسبة لينا، مش غير لأنها خالتي، كانت إنسانة قريبة لينا. واليوم نحكي مش غير على الحزن فقط، نحكي لكم على الدرس الكبير اللي علمتني عليه قبل ما تروح. خالتي خلت لنا وصية بلا ما تتكلم، دروس كتبتها بغيابها أكثر من حضور. تعلمت منها أن الدنيا قصيرة بزاف، وأن الموت ما يستأذن حتى واحد. نمشوا ونجوا، نخطوا ونتقلقوا، نخاصموا ونتكبر، لكن ننساو أنه كل لحظة نعيشوها ممكن تكون الأخيرة. تعلمت أنه العائلة كنز ماشي عبء، أنه مهما اختلفنا يبقى الدم واحد، والرحمة تجمعنا، والنية الطيبة تداوي كل شي. شحال من مرة زعفنا من بعض، وشحال ما دار بيناتنا سوء تفاهم بسيط. كم من مرة حبسنا الكلمة الطيبة لأننا قلنا هي اللي تغلط مش أنا، لكن الحقيقة ما يسوى حتى زعاف قدام لحظة وداع. كي تشوفي إنسان تحبيه يخرج من الباب ومبقاش يرجع، تتفكري كل كلمة ما قلتيهاش، كل حزن ما حضنتيهش، كل مكالمة أجلتيها، كل كلمة تسامحيني ما نطقتيهاش، وتبقى الحسرة ويبقى غير دموع. لهذا نقولها اليوم ومن كل قلبي: سامحيني إذا غلطت معك، وسامحوا اللي غلطت فيكم، وما تخلوش الكبرياء يكسركم. الناس تروح لكن الأثر يبقى. خلي أثرك طيب، خلي ذكراك دعاء مش وجع. خالتي خلت فينا أثر كبير كعائلة كاملة. خالتي رحلت لكن تركت بصمتها في حياتي، خلتني نفهم إنه الحب لازم يتقاد اليوم مش غدوة، إنه العائلة ما تتعوضش، وإنه الرحمة بيناتنا لازم تبقى حية. لهذا الفيديو هذا مش مجرد حكاية حزن، هو دعوة للتسامح، للرحمة، وللمحبة بين القلوب. رجعوا علاقتكم مع أمهاتكم، أخواتكم، خالاتكم، صديقاتكم. ما تستناش حتى يصير الفقد باش تقول يا ريت ويا ريت. ادخلوا عليهم برسالة، بكلمة، بابتسامة، بزيارة بسيطة، يمكن تكون سبب في لمة وفرحة كبيرة. وإحنا كي نغلطوا ما فيها والو نقولوا سامحين. ربي يحب القلوب اللي تعرف تتواضع، واللي تعرف تطهر روحها من الحقد، لأنه الحقد ما يعمرش القلب، بالعكس يوجعه. واليوم نرفع يدي للسماء وندعي: اللهم ارحم خالتي واغفر لها ونور قربها، واجعل مثواها الجنة وقبرها وقربها منك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم كل من فقدناهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وسع عليهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. ويا رب اجعلنا من الناس اللي قلوبهم طيبة، ما يحملوش ضغينة ولا حقد ولا كره. واجعل التسامح والرحمة زينة حياتنا، واجعلنا نحب بعضنا لوجهك الكريم، ونصفي النية في كل خطوة. إلى كل واحدة تسمعني الآن، إذا كنت متخاصمة مع قريبة، ولا مع صديقة، ولا مع إنسان عزيز عليك، ولا حتى مع أمك، أختك، خذي الفيديو هذا كرسالة من ربي لك انتي. روحي اليوم وصلحيها، ما فيها والو. يمكن هي اللي كانت تستناك تبادري، يمكن تكون كلمة منك سبب في دمعة فرح وفي صلح وفي راحة كبيرة. الحياة قصيرة صدقوني، ما تستاهلش نضيعوها في الزعاف والنكران. خلي قلوبنا نظيفة، خلي دعائنا صادق، وخلي وجودنا في حياة الناس راحة مش وجع.
أنا نعرف باللي خالتي رايحة، لكن كل مرة ندعي لها نحسها قريبة مني، نحس بالسكينة وأنها تبتسم لي من بعيد. لهذا ربي يرحمها ويرحم كل اللي راح، ويصبر كل قلب موجوع، ويعطيه القوة والرضا. ما تنساوش حبيباتي الدعاء، ادعولها في التعليقات حتى ولو كان بكلمة صغيرة. ربي يتقبل منكم، لأن الدعاء هو أثمن هدية قدموها لموتانا. وشكرا من قلبي على حبكم، على رسائلكم، على دعواتكم. وجودكم بجنبي نعمة كبيرة، وربي يجازيكم خير الجزاء. وما تنساوش تشتركوا الفيديو باش يوصل أكبر عدد من الناس، يمكن كلمة فيه تداوي قلب وتفتح باب توبة أو صلح. كنت معاكم زهرة من قناة بصمة أنثى. خلي بصمتك اليوم تكون بصمة حب، بصمة تسامح، وبصمة رحمة، وبصمة إنسانية تبقى أثر بعدنا. دمتم بخير وبسلام ورضا من الله، وربي يحفظكم ويحفظ أحبابكم ويجمعنا دائما على المحبة والخير. وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي نكون أحسن يا رب، ونقدم لكم كل ما هو جديد مفيد. سلام حبيباتي.